السلام عليكم ورحمة الله. هادو هما الرجال، هادو هما القتالة. شي اللعب كي داير، شي الكورة كي دايرة، شي المتعة كي دايرة، شتي الفرجة كي دايرة. شكون اللي كان كيقول المنتخب المغربي أقل من 20 سنة غيفوزوا على كوريا، اللي منتخب ماشي ساهل، لعبوا معنا حتى هما كرة نقية، ولكن حنا عرفنا كيفاش نربحوهم بالذكاء ديالنا وبالخبرة ديال المدرب. وقلتيها لي اخويا دريس، قلتي لي راه المنتخب ديالنا المغربي غادي نفوزوا على كوريا ب2-0، والفيديو راه مازال مسجل. واش شفتي المتعة كي دايرة؟ شفتي الفرجة اخي دريس؟ احسن من دوك المعوقين ديال المنتخب الكبار اللي رابحين بواحد بالزلز باش ربحوا البحرين في الوقت الميت، وكاع كينقزوا تما بحال اللي ربحوا البرازيل ولا ربحوا اسبانيا. السلام عليكم تفضل اخي دريس. السلام عليكم. وعليكم السلام سي دريس. تنهنيو المنتخب المغربي على الفوز ديالو اليوم على الجدارة والاستحقاق. على جدارة واستحقاق، ودار مقابلة أروع مقابلة نشت هي اليوم. وشتي بعدا الاهداف اللي تسجلوا كي دايرين اهداف عالميين. المنتخب ماشي ساهل اللي لعبنا معاه، تيلعب كرة جميلة في المستوى عنده. وزقلونا راه كانوا غادي يسجلوا لنا في الشوط الاول وحتى في الشوط الثاني، وعطيناهم بيلانتي غير بغينا نصدقوا عليهم داك البيلانتي. وتا حنا خاي عز الدين راه زقلناهم، حتى حنا زقلناهم بزاف الفرص اللي جاونا وضيعناهم. واحد الملاحظه راه حتى انا فاش خرجوا دوك القتاله اللي كيلعبوا في الهجوم نعامه والزبيري، راه هبط شي شويه الريتم في الهجوم، ولكن بقاو مقاتلين معاهم في الدفاع. ولكن تصنت لي اخويا عز الدين، مابقاش خرج هذوك الجوج دراري اللي خرجهم في 75 دقيقه. 75 دقيقه. شحال كان رابح فاش خرجوه؟ 2-0. هو راه تيفكر في الماتش ديال الامريكان باش هذوك الدراري يبقاو محتفظ عليهم، لحقاش في الماتش هو دايز جوج الاهداف. ما يمكنش ما تخرج جوج اللاعبيه اللي انت معتمد عليهم في الماتش الاخر ديال الامريكان. والمدرب هذه نقطه عنده ايجابيه، تيخمم مزيان. حنا هذا المنتخب ديالنا ديال 20 سنه عمرنا شفنا شي بصراحه، ما عمرنا شفنا شي منتخب تيلعب كره جميله بحال هكا. من اروع ما يكون هو البيت. انا كنت كنقول هنا غادي نعرفوا واش عندنا منتخب فري الا ربحنا كوريا، وكوريا ماشي منتخب سهل. بغيت نهضر على داك الخطا ديال البيلانتي ديال المدافع اللي طلع بيديه، نفس الخطا اللي درناه مع المكسيك. بغيناكم الدراري بقاو تنتبهوا لهاد المساله هذه، فاش تكونوا داخل الكارو وتهزيتي حاول يديك تهبطها. هذاك راه بيلانتي واضح. حنا راه كنفهموا في الكره ماشي مكلخين، بلا ما يمشي للفار هذاك راه بيلانتي واضح. ما بغيتوش تعلموا من الاخطاء اللي درتوا مع المكسيك بنفس الطريقه اللي عطيتوا فيها البيلانتي، نفس الطريقه اللي عطيتوا فيها البيلانتي في هذا الماتش ديال كوريا. ولكن برافو عليكم، تقاتلتوا عن جداره واستحقاق. بغيناكم تقاتلوا لنا مع امريكان ماشي منتخب سهل. تفرجنا فيهم مع الطاليان، راه كلاو الطاليان كلاو ما كلا، والمنتخب الطلياني راه ماشي منتخب سهل وكلاوهم امريكان. واش تفرجتي في الماتش ادريس ولا ما تفرجتيش؟ في الماتش امريكان كانت دوزيام ميطا كانت قويه. دابا انت قلتي لي المنتخب المغربي غادي يربح كوريا 2-0. شنو التوقع ديالك في الماتش الجاي اللي غنلعبوا مع امريكان ان شاء الله؟ انا متوقع بان الماتش ديال الامريكان مع المغرب. عطيني شحال ديال الاهداف غادي يكونوا في هذا الماتش. لا شوف، انا منتظر ما تكونش المقابله سهله، ولكن انا تنقول المغرب يقدر يربح امريكان حتى ب2-0 حتى 3-1. كنتمنى غادي يبقى هذا الشيء مسجل، غيبقى هذا الفيديو مسجل. لا المغرب غادي يربح امريكان. التوقع ديالك مع كوريا؟ ان شاء الله غادي يربحوا امريكان غادي يربحوها. المغرب هذا المنتخب هذا قوي عندنا. قالوها الجمهور ديالنا. دريس راه قال لي راه المغرب غتربح كوريا، وفعلا قال لي 2-0. مازال الفيديو مسجل. قلت لك 2-0 باش غادي يربح دابا كيقول لك ان 3-1. التوقع ديالك امام امريكان غادي يربحوهم 3-1. كنتمنى ان شاء الله غادي نربحوا. حاجه وحده اللي خصهم يحضروا راسهم منها هي البيلانتيات. بحال البيلانتي اللي عطينا لكوريا في الاخر ما بغيناش يتماركا، كنا باغيين نخرجوهم 2-0، ولكن معليش نربحوهم راه المصيبه هي كنا عطيناهم داك البيلانتي ومازال الوقت، راه غادي يرجعوا غيتيقوا في راسهم ويقدروا يتعادلوا معاك وتكمل معاهم حتى الاشواط الاضافيه.
ويقدروا يربحوك في بيلانتيات. الله يستر، حنا ما بغيناش نشوفوا هذا السيناريو هذا. وتنهنيو المنتخب المغربي اخويا عز الدين على الروح القتاليه اللي لعب بها اليوم. راه من اروع ما يكون في هذه تفرجنا في الدوره الكورة هذه. الصراحة، تفرجنا في الكورة. ربحنا الصبليون، ربحنا البرازيل ربحتي الفرق العالميه صاحبي، وهذا الفريق راه ما ساهلش. هذا الفريق ما كانش انا منتظر كوريا غادي يلعب هذه الكره صاحبي هكا. كتوصل النهائي، ديما كتوصل النهائي. والله ما كنت ناوي يلعب يخرجنا الكره معنا عمره. هكا، ولكن برافو على برافو. الدراري ديالنا. والله خويا لا، هذا المنتخب بعدا انا كيمتعني وكيفرجني على المنتخب الاول ديال الكبار صراحه، نكون معاك صريح. بصراحه المهم التوقع ديالك قلتي المنتخب المغربي امام ان شاء الله غادي المنتخب نربحوا الامريكي، غادي نربحوهم نربحوهم ان شاء الله. 3-1. كنتمنى نشوفوا هذا السيناريو هذا ان شاء الله. ان شاء الله. ما بقى لنا نقول لكم خوتي، الله يحفظكم، اللي عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم باش نزيدوا نكبروا العائله، ان شاء الله. باش يتابوناو عندنا الناس ونزيدوا نكبروا العائله. وهذا الشيء اللي كاين، وهنيئا للمنتخب ديالنا الوطني المغربي بهذا الفوز المستحق. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي. خويا دريس، عندك شي حاجه باغي تقولها قبل ما نختموا؟ خويا تنشكروا المنتخب ديال 17 عام وديال 20 عام والمنتخب الكبير. الكره المغربيه بخير وعلى خير، وهكا بغينا الكره ديالنا تزيد للقدام. قبل ما نختم بغيت نهضر على داك الكرغولي، داك راس تيمومه، قال على هذا الماتش، هضر على هذا الماتش ديال كوريا والمغرب، قال احنا تايقين في المنتخب الكوري الشقيق ولا الشقيق ولا الكوري الشقيق. بالكرغولي الاخر قال بانهم غيربحونا ب4-0، تيقولها قناه الهداف وتيقولها وتايق في راسو، وهذاك ديما تعاودها راس تيمومه. وبصراحه الله هذوك هما راه تيتحيزوا لاي فريق، ماشي قال لك فريق اي حاجه كوري اللي غادي يربحنا. هما قال لك فريق البرازيلي، فريق الصبليوني، فريق اللي هما اللي تيقولوا ربي تيحنتو. اي منتخب اللي عندنا اي منتخب تيشجعوا ضدنا حنا، اي منتخب تيقولوا غادي يربحنا تا ربي تيحنتو باش يتعلموا من المغاربه. تعلموا صاحبي من المغاربه شي شويه. المغاربه راه صعاب عليكم، ما توصلوناش، اموتوا بسمكم يا الكراغيله. كرة القدم، شوف اخي عز الدين، كرة القدم ما فيهاش الهضره. وريني في التيران شنو عندك، راه ما عندك. بصافي خليه هو يقول، اللي فمو هذاك يقول اللي بغا. ولكن وهم الصبي بقاو تابعينا بحال هكا، خليهم يبقاو تابعينا، ما حدهم تابعينا، غنبقاو ان شاء الله ديما كنربحوا. ديما بلادنا كتزيد لقدام وانتم كترجعوا للور. وديو ما تعاودوا يا الكراغيله، وديو ما تعاودوا. يلا خوتي ما نطولوش عليكم، بارطاجيو الفيديو. تهلاو.